يلا بينا في حل أسئلة العضوية من كتاب أفوجادرو. طبعا قبل ما نبدأ يا ريت بس تعملوا لي اشتراك ولايك وكومنتات علشان رأيي بيهمني. رأيكم طبعا بيهمني جدا جدا. طيب نبتدي يلا كده في حل أسئلة كتاب أفوجادرو. طبعا دي مراجعة نهائية. بيقولي في أول سؤال: من خلال المخطط التالي إذا علمت أن المركب إيه كاتيونه مجموعة ذرية. تمام. مجموعة ذرية اللي هي سواء كانت ال SO4 أو ال NH4، مجموعة الأمونيا أو مجموعة الكبريتات ديت اللي هي المجموعات الذرية اللي هو بيقصد عليها. والسي هو أول مركب عضوي حضر في المختبرات. مين أول مركب عضوي حضر في المختبرات؟ أكيد ده اليوري اللي هي ال NH2. تمام. سي دبل بوند O NH2. تمام. طيب أي من الآتي صحيح ومديني المعادلة دي. طيب ال A ده بيقول لي هو كاتيونو مجموعة ذرية، يبقى أنيون وإيه. وطبعا المركب ليه كاتيون وأنيون، يبدأ بالكاتيون اللي هي هتكون ال NH4 معادلة تحضير الأمونيا. وليكن مثلا الأنيون بتاعه ال Cl، ده كلوريد الأمونيوم. طيب بالنسبة لبي، بي هتبقى مثلا سيانات الفضة ال Ag، ودي مجموعة السيانات اللي هي OCN. الاتنين مع بعض هيديني طبعا ال Cl تروح مع ال Eg ويديني الراسب ده اللي هو ال EgCl، راسب أبيض عند تعرضه للضوء بيغمق لونه. تمام. زائد طبعا اللي هي الايه ال NH4 ال OCN سيانات الأمونيوم. طب ثانيات الأمونيوم دي بعد الحرارة بيحصل لها إعادة تشكيل في ذرتها، فتتحول عندي لليوريا اللي هي هتكون ال NH2 C دبل بوند O. تمام. ال NH2. تمام. هي دي معادلة عندنا. طيب نيجي في الاختيارات. بيقولي مركب دي اللي هو هيكون ال EgCl راسب أبيض مصفر، غلط، ده ال EgBr. طب في ب المركب دي، تمام، دي اللي هو ال EgCl ينتج من ارتباط الكاتيون المركب A اللي هو ال NH4 مع أنيون المركب B. احنا قلنا ال B اللي هو ال ECN، لا، ده اللي هو صيانة الفضة اللي هو بعد الحرارة بيحصل له إعادة تشكيل وبيديني اليوريا، وده هو المركب C مش المركب D، يبقى ده غلط. طيب في جيم بيقول لي المركب سي يحتوي على مجموعة الألدهايد ديت اللي هي هتكون سي دبل بوند او اتش. والمركب سي احنا قلنا بعد الحرارة بيحصل له إعادة تشكيل فبيبقى سي دبل بوند او، ماسكة هنا في ان اتش 2 وماسكة هنا في ال ان اتش 2، اسمها مجموعة الأمايد مش مجموعة الألدهايد، يبقى دي غلط. طب في المركب د، في د قصدي، إجابة د بيقول لي المركب دي يتغير لونه عند تعرضه للضوء، صح. ال AgCl لما بيتعرض للضوء بيغمق لونه. طيب نيجي السؤال التاني. بيقول لي عند عمل تقطير جاف لمركب صيغته، بيقول لي هنا CnH 2n زائد واحد، وده صيغة الألكان، وجنبيه اللي هو الشق اللي أنا بعد لما بعمل له التقطير الجاف بيتشال. تمام. ويستبدل بإيه؟ بإتشات. بس خلينا في الجزيء ده اللي هو بيقول لي عليه. الجزيء ده بيقول لي بيحتوي على اتنين من ال CH3، تمام، وواحدة منين من مجموعة الميثيلين ال CH2. تمام. نتج في الآخر بعد التقطير الجاف اللي هو المركب إكس، إحنا كلنا عارفين اللي هو مين الألكين. وكمان قال لي إن مركب إكس الألكان ده بيقول لي أهو إذا علمت إن ال N بأربعة وهو كان كاتب لي صيغته، يبقى هو مين؟ ده البيوتين C4H10. طيب انا عايزه دلوقتي اعرف ارسمه المركب ده. سيبني من اللي هو COONA ديت انا مش باجي جنبها. طب باقي المركب بيترسم ازاي؟ هنا ماسكه. علشان ارسم المجموعتين الميثايل، مجموعه لازم أن تكون على السطر، تمام، والمجموعه التانية تكون ايه؟ برانش، بتكون فرع منها. تمام كده. عليه علشان انا ارسم هنا مثلا السي اتش كده، وعليه مجموعه الميثايل CH3، وعلشان تترسم لي واحدة بس من الميثيلين اللي هي السي اتش 2، فلازم تفكر في الامتحان. أنا دلوقتي لو مسكت السي اتش 2 وخرجت منها المجموعتين الميثايل، تمام كده،
في الاخر لما بعد اعمل تقطير الجاف اللي انا اشيل السي او ان ايه، هنا مش هيظهر لي الان باربعة، لا هتظهر لي الان بتلاتة. يبقى انا مش عايزة الرسمة دي، انا عايزة الرسمة ايه دي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه كده البيوتين، ده اسمه الايزوبيوتين، او اللي هي اسمها ايه، اسمها لو انت هتشتق كده لوحده اللي هو CH3 ال CH. تمام، ماسكة في ال CH3. تمام، ماسكة هنا في ال CH بعد التقطير الجاف، شلت اللي هو CONE وحطيت ال H فتبقى CH3. ده كده اسمه لو رقمت واحد اتنين، هنا اتنين ميثايل ايه، اتنين ميثايل بروبان او الايزو بيوتين. يبقى البيوتين اصلا السي 4 H10 ده ليه ايزومر واحد اللي هو اسمه ايه، اسمه الايزو بروبان. تمام، افرض لو انا عايزه اسمي لك المركب ده بالسي او او ان ايه، تعرف تسميه؟ او لو جالك في الامتحان نبدا بالشق بتاع الصوديوم، اسمه كده الصوديوم. صوديوم ايه بقى؟ كمل الترقيم. انا بعد من اول اللي هو السي او او عشان ديت طبعا الحمض ليها الاولويه في العد. بعد كده هنا اتنين، بعد كده هنا كام، تلاته، يبقى اسمها ايه، تلاته ميثايل. وهنا أربعة، يبقى تلاتة ميثايل إيه، صوديوم تلاتة ميثايل. والبيوتان، بس بدل ما تقول الآن والآن، آن بيوتان وات. الوات دي اللي هي الإيه، دليل على إن المركب ده ملح صوديومي حمضي. تمام. تمام. طيب احنا كده عرفنا خلاص ان احنا عندنا المركب ده اللي هو ال CH3، ماسكة هنا في ال CH، هنا طالعة منها ال CH3 وماسكة في جنبيها بإيه ال CH3. طيب أنا دلوقتي في أول اختيارات بيقول جميع ما يلي صحيح بالنسبة لمركب إكس ده ما عدا، يبقى عايز الإجابة الإيه الخطأ لإكس. طيب بيقول لي عند احتراق المركب ده يعطي 4 مول من غاز ال CO2. طب تعالي نشوف، لما أنا بحرق أي مركب عضوي بيديني إيه، بيديني CO2، بيديني إيه، بخار المية ال H2O. طب أنا عندي هنا كام كربونة، واحد اتنين تلاتة أربعة، لأن بأربعة وهو كاتبها لي أصلا في السؤال. يبقى المفروض تديني كام مول من ال CO2، المفروض تديني أربعة كربون، يطلعوا لي أربعة إيه، كربون. تمام، يبقى إذا الإجابة دي صح. أنا خلي بالك عايزة الإجابة الغلط. بيقول لي به المركب ده غازي، أيوة المركب ده غازي فعلا. تمام، من واحد لأربعة عندك غازات، مركب صغير جدا وغازي. تمام، يبقى الإجابة دي صح. طب جيم بيقول لي عنده احتراق يعني 6 مول من بخار المية. طب تعالي هنا نشوف، 6 مول من بخار المية. أنا عندي هنا كام اتشاية، أنا عندي المركب صيغته C4H10. طيب لما انا بحرقه بيديني، احنا قلنا 4 من CO2، المفروض يديني كام مية، المفروض يديني 5 مية. ليه؟ لاني انا هنا عندي 2 مول من الهيدروجين، 2 في 5 يديني 10. تمام، هو كاتب لك لا هيديني 6 مول، طبعا غلط. لو اداني 6 مول من المية يبقى 2 في 6 ب12، يبقى انا لازم هي يكون عندي 12، دي غلط. يبقى اذا هي دي الاجابة اللي هختار. طب تعالى نكمل. دال بيقولي له ايزومر وحيد، فعلا ايزومر وحيد، واحنا لسه قايله لك ان البيوتاني واحد بس اللي هو ايه، اللي هو الايزو بيوتان اللي هو 2 ميثايل بروبان. تمام كده، يبقى الاجابه بتاعت السؤال ده هو ج. يلا بينا في السؤال الثالث. بيقولي من المخطط التالي أي مما يلي صحيح. هو بيقولي ال A لو أنا حطيت عليها ال NaOH هتديني ال B حطيت عليها ال NaOH وال CO والحرارة، ده معادلة التقطير الجاف. خلاص طالما أنا عندي معادلة فيها تقطير جاف، يبقى إذا B ده كان أصله ال COO اللي أنا بشيلها، COO اللي أنا بشيلها وبستبدلها بالإتشاية لما بعمل لها تقطير جاف. وجنبيه ايه، وجنبيه الار، ايا كان الار دي بقى مكوناتها ايه، شبه ما احنا قلنا. طبعا الالكين اللي هو بيكون CnH2n زائد ايه، زائد واحد. احنا هنا بنقول واحد. طبعا صيغة الألكان CnH2n زائد اتنين، لكن أنا قلت هنا واحد ليه، لأني أنا استبدلت هنا اتشاية بالCOONe. تمام كده. طيب ده اللي هو إيه، ده الملح الحمضي الصوديومي بتاعي. يبقى كده بي احنا خلاص اتأكدنا إن هو صيغته RCOONe، أيا كانت الار عندي إيه. طيب بالنسبة للإيه، الإيه دي هتكون إيه بقى، حاجة أنا حطيت عليها ال NaOH علشان تديني الحاجة دي. طيب انا كده الحاجة دي
الاي ده تأكدت مليون في المية ان هو ما فيهوش ان ايه، لان اكيد انا لما بفعل حاجة تمام مع حاجة لازم ما نكررش الكاتيون بتاعي. تمام. يبقى اذا انا كده دخلت من ال NaOH، استفيد ان انا دخلت عليها ال Na. يبقى اذا انا عندي ال RCOOH. تمام. ببساطة شديدة دخلت على ال NaOH حمض وقاعدة بيديني ملح ومين ومية. إذا أنا شلت ال H وحطيت مكانها استبدلتها بال Na. يبقى أهم حاجة كده تعرف الصيغة كويس. اللي أنا عندي ال A تفكر كده خلاص أنا أخدت ده عندي. يبقى إذا ده هو إيه؟ هو اللي هو ال B أكيد هيكون ال RCOONA. وأكيد ال A هيكون إيه؟ هيكون ال RCOOH. تمام. طيب بعد التقطير الجاف هيطلع إيه؟ احنا قلنا دايما بيطلع ألكان. يبقى السي ده هيكون إيه صيغته؟ هتكون إيه؟ اللي هو CnH2n زائد 2. ده ألكان يا جماعة. تمام. ألكان مشبع يتفاعل بالاستبدال وليس الإضافة، عشان دي جاية لنا في الاختيارات فخلي بالك. طيب بيقول لي في ألف زمن التفاعل المحلول المركب بي أقل من زمن التفاعل المحلول المركب سي. طيب سي هو ألكاني، هو يعني عايز يقول لك إيه؟ هو عايز يقول لك إن المركب بي ده تمام الإيه يعني إن هو هيكون غير عضوي، علشان في اللي هو ال Na. فال Na ده طبعا هيبقى يتفاعل بسرعة فزمنه هيكون أقل من زمن المركب C اللي هو الألكان، لأن الألكان ده مركب تساهمي. والمركبات التساهمية غير المركبات الأيونية زمن الاستهلاك بتاعها. طبعا المركبات الأيونية زمنها بتكون قليل جدا، يعني إيه يعني في ثانية كده بيحصل لها تفاعل، لكن C بتاخد وقت طويل. تمام. ده طبعا غلط ليه؟ لان مفيش سبب للمقارنه. ممكن حد يقول كده في جزء صح تمام من كلامه، بس الفكره في ايه؟ الفكره ان انت بتقارن ايه بايه؟ انت بتقارن عضوي بعضوي برضو، ما هو ده في جزء من تساهمي علشان في الار. يحسب كلامك ان في عندي برضو جزء من الالكان. انا ما جبتلكش مثلا السي ان اتش 2 ان ده اللي هو البيوتان مثلا، ما جبتلكش البيوتان اللي هو سي 4 اتش 10 وقارنتهولك بال NaOH. تمام. ما قارنتش يعني ده بده، لا انا قارنت عضوي بعضوي. تمام. طيب يبقى اكيد ده غلط. في جزء من الصح بس في اكيد في الاختيارات حاجات ادق. ب بيقول المركب سي اللي هو الألكان يتفاعل بالإضافة، احنا لسه قايلين ده غلط وهتقابلنا في الاختيارات. ج العملية واحد تمثل التفاعل مع 2 مول من الهالوجين. هو العملية واحد ادتني في الآخر السي ان اتش 2 ان ناقص واحد اكس فور. يعني من الآخر عايز يقولك حصل استبدال. هو بيقولك هنا ايه؟ احنا ضفنا 2 مول من الهالوجين فادتني كده، أكيد ده برضو غلط. احنا هنا اسمها دي اصلا العملية الهالجنة بالاستبدال مش الإضافة. ليه؟ على ان الألكان ده مشبع ما فيهوش ولا رابطة ثنائية ولا رابطة ثلاثية. طيب في دال بيقولي البي اتش للمركب آم، ايه هيكون أكبر من السبعة. طيب وبيقول لي دال ان ال pH للمركب E اللي هو هيكون ال RCOOH اللي هو الحمض الكربوكسيلي أكبر من 7. طبعا ده غلط تماما. ليه؟ لأن ده حمض. طيب كده هو كله غلط ولا ايه؟ لا ساعتها بقى ترجع للاختيار ألف. لو كان قالك أصلا إن pH للمركب ايه أقل من 7 كنت أقولها خلاص هي دي الإجابة الصحيحة. تمام. أو لو كان قالك إن ج من العملية واحد تمثل التفاعل مع 4 من الهاش كنت خلاص أقولك ده صح.
او لو كان قالك ان المركب سيتفاعل بالاستبدال كنت هقولك برضو صح. الف هي عشان ما انا قلت لك هي فيها صح. زمن التفاعل المحلول بيه علشان فيه جزء ايوني وكاتيوني اللي هو السي او او نيجاتيف والان اي بوزيتيف، طبعا بيكون زمنه اقل من الالكان. تمام. ده يعودك ان انت تقرا كل الاختيارات بعناية وتختار ادق اجابة. يا جماعة اختاروا ادق اجابة، مش شرط تبقى الإجابة صح مليون في المية، تكون أدق حاجة. تمام. طيب. طيب نيجي للسؤال الرابع، بيقولي من المخطط التالي ومديني كده مخطط أي من الآتي صحيح. طيب نبدأ من الآخر للأول. ليه أبدأ من الآخر للأول؟ قلتلك أول ما تشوف دي خلاص، يبقى أنا عندي بعد السهم، بعد لما حصل الحكاية دي اللي هو ال NaOH وال CaO والحرارة واداني الكان. الألكان ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن إيثان اللي هي كام كربونة؟ 2 كربونة. يبقى كان قبل ما يحصل الكارثة دي اللي هي التقطير الجاف اللي هي ال NaOH وال CaO والحرارة كان 3 كربونات. ليه؟ لاني انا قلت لك اني انا عندي كان ار وسي او او ان اي، بعد التقطير الجيب بشيل الحته دي كلها واستبدلها بالاتش. تمام كده، يبقى انا بقلل كربونه، فيطلع لي في الناتج 2 سي. يبقى هو كان قبل كام؟ كان قبل 3 سي من ضمنه السي او او ان اي. طيب يبقى انا كده عندي زد. خلاص انا كده عندي زد متأكدة ان هو كان سي او او ان اي وشابك فيها ده اللي هو السي 2 اتش 6. بس اتش 6 لا، انقص ايه؟ اتش هتبقى اتش 5. ليه؟ لان السي او ان يعتبر كبرانش. فيبقى انا عندي كده سي اتش 3. تمام. وعندي هنا ايه؟ سي اتش 2. تمام. لو قلتها يبقى هي ايه؟ 1 2 3، يبقى هي آه بروبانوات الصوديوم. طيب. آه طيب كده احنا خلاص حددنا مين زد هو ملح صوديومي عادي جدا. طيب انا قلت لك في السؤال اللي فات انا حطيت هنا على واي ان اي و اتش فادتني الزد. طيب تتعمل ازاي ديت؟ بصي هنا، انا عندي دلوقتي حاجة حطيت عليها قاعدة ادتني ملح، يبقى الحاجة دي ايه؟ حمض. حمض وقاعدة ملح. طيب دلوقتي الملح اللي انا قلته لك ده اللي هو CH3 CH2 COONE، حطيت له NaOH فاداني COONE. طيب يبقى ده مصدره ال NaOH. الحمض ده هيجي منين؟ اشيل ال Na واحط مكانها ال H، يبقى الحمض بتاعي CH3 CH2 COOH. تمام. طيب يبقى واي خلاص اللي هو الحمض بتاعي. طيب الاكس بقى هيكون ايه؟ والله قال لي الاكس لما عملت له تفاعل مع ال H2S اداني راسب اسود. ده اللي اعرفه، راسب اسود وايه؟ حمض. طيب هل التفاعل ده اصلا في زيادة في الكربونات، في نقص في الكربونات؟ لا، هو عادي، هو اكس مركب حطيت له H2S اداني راسب اسود والحمض. يبقى هي نفس عدد الكربونات صح؟ اه صح، نفس عدد الكربونات بتاعتي ونفس كل حاجة. طيب بصي هنا في الاختيارات، نيجي نبص في الاختيارات. واي هو هي يعني كلهم CH3 CH2 COOH. يبقى الإكس لازم يكون نفس عدد ذرات الكربون. هنا بيقولي في ألف CH3 COO، لأ، دي هنا 2 دي 3. طيب في ب نفس الكلام، ج نفس الكلام. طيب د أهو CH3 COO، غلط. يبقى أنا كده بفضل ما بين ب وج. طيب والله قال لي حاجة، ايه الفرق ما بين الب والجيم؟ ان انا عندي ان الاكس ده هو عبارة عن CH3 CH2 COO باي 2. تمام. واحدة مرة بالCU بالنحاس والتانية مرة بالBB. والله لو انا فعلت معاهم ال H2S في كلتا الحالتين هيديني راسب اسود.
في كلتا الحالتين يا جماعة هيديني راسب اسود. تمام. وال H تدخل على، يعني هي كده مثلا المعادلة تبقى كده عندي CH3 CH2 COO، كل ده باي 2. تمام. Cu معايا ال H2S. خلاص يبقى أنا عندي هتبقى مرة CUS ومرة ال BBS. دولت الاتنين دولت رواسب سودا. رواسب ايه سودا. وادخل هنا ال H مكان فيديني الحمض اللي هو مين، اللي هو واي. طيب. طيب انا افرق منين برضو؟ نيجي بقى في الايه. ايه بيقول لي ده راسب. ايه ده؟ راسب. اهو. قال لي هنا راسب 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 راسب، وقال لي هنا اس. حطيت له HCl ده اليود. اداني الاكس اللي احنا قلنا ايه، اللي هو هيكون CH3 CH2 COO باي 2 CU. طيب. هنا ده راسب. والله قال لي انا كده بفكر في ايه، انتوا فاهمين انا بفكر في ايه؟ انا عندي HCl. طيب انا افعل معاها حاجة. الحاجة دي راسب يا جماعة. طيب. هو انا عندي اصلا البي بي اللي هو الرصاص، لو فعلته مع الCl طيب هيديني ايه؟ اللي هو البي بي Cl2. ده راسب ابيض. تمام. طيب CuCl2 هل بيعمل راسب؟ لا، ده محلول مائي عادي. اذا انا اختار ايه؟ جيم. جيم هي هتكون الاجابه الصحيحه. اختار راسب ابيض اللي هو مين هيكون جيم. طبعا يا جماعه في السؤال ده هو السهم المفروض يكون جاي كده، لاني انا عندي الاكس اللي هي من الاختيارات ب وجيم، أنا أحصل عليها على الشق اللي هو الفلزي اللي هو الCu والبي بي. تمام. لو أنا فعلته مع ال HCl، ال Cl هتاخد ال Cu تديني CuCl2. ولو أنا كان عندي البي بي، ال Cl هتاخد البي بي فهتكون البي بي Cl2. فمين فيهم الراسب الأبيض اللي أنا بقولك عليه؟ ده راسب، لكن ده محلول عادي. يبقى أنا بختار إيه؟ بختار اللي هو بيكون لي راسب أبيض. فالمفروض هنا السهم يكون جاي كده، بس طبعا هو هنا متلخبط خالص. نيجي يلا في السؤال الخامس. بيقول لي ملح حمض عضوي يحتوي على 7 ذرات كربون وبه 3 مجموعات الميثايل. طيب. هو مبدئيا كده إن أي ملح عضوي، لما أعمل له ملح عضوي طبعا بيكون ال RCOONA. معرفش ال RE. بس أنا لما بعمله تقطير جاب بيديني الكام بيقل بمقدار ذرة كربون واحدة عن الحمض الأصلي. طيب. أنا ده عندي بيقول لي فيه 7 ذرات كربون، لما بعمله تقطير جاف يكون ال R فيه كام؟ هيكون ال R فيه 6 كربونات. طيب هو عايز بقى ايه؟ عايز الار ديت، وبيقول لي انا اختار ما عدا ايه. طيب تعالوا نشوف السؤال مع بعض. آه... طيب يبقى انا كده هختار الالكان اللي فيه 6 كربونات. هو هنا بيقول لي ميثايل هيكسان، هيكسان فيه 6 والميثايل بكربون، يبقى ده توتال كربون كام؟ 7. يبقى انا هختاره اكيد لا. طيب ميثايل بنتين، بنتين 5 والميثايل واحدة، يبقى انا هختاره 6. هختاره. طيب ثنائي ميثايل بيوتين. بص انا عندي هنا سيبك من الارقام، الارقام ما تهمنيش، انا بتكلم على الثنائي الثلاثي الرباعي. يبقى انا عندي 2 من الميثايل، 2 يعني ب2 كربون، والبيوتين 4، 2 و4 6، يبقى ده انا هختاره. طيب تالت. بيقول لي ثنائي ميثايل بنتين، ميثايل واحد والبنتين كام؟ البنتين 5، بس هو بيقول لك هنا ثنائي ميثايل يبقى 2 و5 كام؟ 7، يبقى دي اختارها اكيد مش هختارها. يبقى أنا عندي ولا دي أختارها ولا دي أختارها. طيب. هو بقى بيقول لك إيه المركب عبارة عن إيه؟ فيه 3 مجموعات الميثايل. مين المركب اللي فيه 3 مجموعات الميثايل؟ 2 ميثايل بنتين، 1 2 3 4 5. تمام. 1 2، ونيجي عند الميثايل ديت ونحط اللي هو CH3.
ونكمل بإتشات. يبقى هنا CH3 وفي الآخر هنا CH3. يبقى أنا كده عندي كام ميثايل؟ واحد اتنين تلاتة. يبقى كده عندي كام؟ اتنين ميثايل بنتين، عندي تلات مجموعات ميثايل. طيب أنا هختار الإجابة ديت. احنا نمشي السؤال عادي، بس ما عدا ديت لأ نلغيها. هو عايز الإجابة الصحيحة هنا، الإجابة الصحيحة تكون ب. هي هنا خطأ في السؤال، هو بيقول لي ما عدا. لأ أنا شيل دي خالص. هيبقى السؤال مظبوط، هيبقى الاختيار هيكون ايه؟ ب. تمام. السؤال السادس بيقول لي جميع التفاعلات الآتية تعبر عن تحويل هيدروكربون غير مشبع. يعني ايه غير مشبع؟ يعني في رابطة ثنائية، رابطة ثلاثية، إلى هيدروكربون مشبع، يعني كلها روابط ايه؟ أحادية. ما عدا. عايز برضك الإجابة الغلط. طيب السؤال ده بيختصر في حاجة واحدة بس: الهيدروكربون. والهيدروكربون المشتق. الهيدروكربون ده من كربون وهيدروجين بس. لكن الهيدروكربون المشتق ده فيه ذرة غريبة دخلت ما بين الكربون والهيدروجين، يا إما تكون N، يا إما تكون S، يا إما تكون O. تمام. تمام. يبقى إذا أنا عايزة هيدروكربون لهيدروكربون، أنا مش عايزة هيدروكربون لمشتق الهيدروكربون أو من مشتق المشتق. طيب نيجي للاختيارات. الهدرجة التامة للتولوين. طب نيجي للتولوين. التولوين هو عبارة عن حلقة بنزين، تمام، وراكبة فيها CH3. ده ايه؟ ده التولوين. طيب التولوين ده لما اعمل له هدرجة تامة، عارفين يعني ايه هدرجة تامة؟ هو في كام في كام رابطة؟ في تلات روابط ثنائية، تلاتة بار. تمام. يبقى انا عايزة له كام؟ عايزة له تلاتة من ال H2. دي هدرجة تامة. هتتكسر كل الروابط، تمام، ويديني الميثايل سايكلوهكسان. يبقى هي اللي هي ايه؟ حلقة هكسان كده. حلقة هكسان من غير أي روابط حلقية. وهنا ال CH3. تمام. ده ايه؟ ده مركب أروماتي عادي جدا، هيدروكربون مشبع، مفيهوش ولا O ولا N ولا S ولا أي حاجة. حاولت من هيدروكربون غير مشبع فيه روابط ثنائية، الهيدروكربون مشبع عادي جدا. يبقى الإجابة دي صح، أنا مش هختارها. ونيجي لب. يقولي الهدرجة التامة لمركب أروماتي صيغته CnHn. مركب أروماتي الوحيد اللي عدد الكربون شبه عدد الهيدروجين ده مين؟ ده البنزين. طيب أنا كده مسكت البنزين واللي هو فيه تلات روابط ثنائية، وحولته بتلاتة H2. تمام. طلع عندي ايه؟ طلع عندي حلقة سداسية مشبعة تماما. حولت من الهيدروكربون غير مشبع لهيدروكربون مشبع. يبقى دي صح ودي صح. طب نيجي لجيم. مركب ألفاتي صيغته كذا. طب الوحيد اللي كان في الألفاتي اللي صيغته كذا ده اللي هو الإيساين، اللي هو الإسيتيلين، اللي هو CH تريبل بوند CH. تمام. تمام كده. ده عدد ذرات الهيدروجين شبه عدد ذرات المين؟ C2H2. تمام. الهضرب التامة ليه طبعا بتديني ايه؟ اشيل ده واحط اتشات، اشيل ده واحط اتشات، اشيل ده واحط اتشات. اذا هيديني الايثان. برضو حولته من هيدروكربون غير مشبع لهيدروكربون ايه؟ هيدروكربون مشبع. طيب يبقى اذا الاجابة ده صح، ده صح، ده صح. اذا الاجابة الوحيدة اللي غلط هي اللي هتكون د، وهي دي اللي انا هختارها. فدرجة لما المركب صيغته كذا CnHn. او ده دخل ايه؟ او. يبقى انا عندي ده مشتق هيدروكربون، اكيد هيديني المشتق الهيدروكربون. انا مش عايزه هنا المشتق، انا عايزه هيدروكربون عادي اللي هو السي والاتش بس. طيب تمام كده. طيب نيجي. طيب نيجي في السؤال السابع. بيقول لي عند عمل تكسير حراري لمول من الألكان إكس كتلته المولية 100 جرام بالمول، نتج مول من المركب A ومول من المركب B، فإذا علمت إن A بيتفاعل بالاستبدال في أي من الآتي صحيح. طيب مبدئيا كده أنا عايزة صيغة الألكان X اللي هو CnH2n زائد 2. نحلها ازاي لو جاتلها في الامتحان؟ والله أحلها عادي جدا. اللي أنا عندي كتلة المولية بتاعة الكربون هتكون 12 في ال N،
تمام، زائد طبعا الهيدروجين كنا عارفين هو واحد، فواحد في الصيغة دي كلها 2 ان زائد 2 ان زائد 2 تنزل زي ما هي. كل ده لو أنا حسبتها المفروض تطلع لي الكتلة المولية بتاعته 100، شبه 100 جرام بالمول، شبه ما بتحسب أي كتلة مولية لأي مركب عادي جدا. أحلها كمعادلة ازاي؟ 12 ان زائد 2 ان يديني 14 ان. 14 ان واطلع الاتنين بره بعكس الإشارة، يبقى هنا 98 أقسم الاتنين على 14. تمام. هيبقى عندي ال n بكام؟ هيبقى عندي ال n ب7. يبقى إذا ده مين؟ إذا ده الهبتان، وأنا يهمني بس السات. ماشي طيب. عند تكسير حراري للألكان المفروض احنا عارفين ان هو بيدي ايه وايه، بيدي ألكان وبيدي ألكين. طيب يبقى أنا عندي ال7 ده بتتقسم لحاجتين، ألكان والكين. طيب في هنت كده أو حاجة، قال لي أيوة إذا علمت إن إيه يتفاعل بالاستبدال. إذا ده الإيه ده إيه؟ الإيه ده خلاص كده ألكان، يبقى كده على طول بي ده إيه؟ بي هيتفاعل بالإضافة اللي هو هيكون إيه؟ اللي هو هيكون الألكين. يتفاعل بالإضافة ليه؟ علشان هو فيه رابطة ثنائية، فلما بضيف عليه حاجة بتتكسر وبتتحول للألكان. طيب نيجي للاختيارات. بيقول لي ألف، المول من الإيه قد يحتوي على 12 مول ذرة. طيب هل أنت تعرف دي؟ معرفش. هو بيقول لي 12 مول ذرة. طيب نسيبها في الآخر. بيقول لي ب بي يتفاعل بالاستبدال. طيب البي يتفاعل بالاستبدال، لا غلط، احنا قلنا يتفاعل بالإضافة. طيب بيقول لي ايه؟ المول من بي قد يحتوي على 9 مول ذرة. طيب تعالى نشوف هنا. أنا عندي دلوقتي إن الصيغة المثائية بتاعت أي ألكين CnH2n، يعني كام عدد ذرات؟ عندي 3n. تمام، 3 ذرات، 3 مول من 3n يعني. دي اللي هي الصيغة بتاعته. لو أنا جمعت n زائد 2n المفروض يديني 3n. طيب نجرب لو أنا عندي الإيسين. الإيسين ده إيه يا جماعة؟ الإيسين ده هو بيكون C2 H H6. طيب نيجي البروبين. طبعا هنا بقول لك بس اتلخبطت، هي المفروض اكيد اللي انا عندي CnH2n دي الصيغة بتاعتي، اللي هي هتكون 3n مول ذرة. فانا عندي 3n مول ذرة. فانا عندي دلوقتي هجرب. انا قلت لك الإيسين هتكون C2H6. لأ طبعا هي C2H4. عوض هنا 2 وممكن عندي البروبين عندي C3 H3، 2 في 3 ب6. والإيثين بروبين بيوتين، البيوتين C4، والاتش 2 في 4 ب8. ليه أنا بقول لك كده؟ أنا بقول لك كده علشان بيقول لي المول من بي اللي هو الألكين قد يحتوي على 9 مول ذرة. نحسب هنا عدد الذرات الكلية 6 2 و4 6. هنا 3 و6 كام؟ 9. هو فعلا ممكن يكون بروبين. الإجابة دي صح. طيب نرجع لألف. ليه ألف استنيت عليها؟ لأن هي تشبه الفكرة دي. أنا بكتب الصيغة الجزائية يا جماعة وبشوف هل في كام مول ذرة. هو بقى بيقول لي إيه؟ بيقول لي المول من إيه قد يحتوي على 12 مول ذرة. بص الطريقة اللي أنا هحسبها بيها. الإيه ده إحنا قلنا الألكان CnH2n زائد 2. صح كده؟ صح. عدد الذرات الكلية كام؟ اجمع n زائد 2n زائد 2، كل ده بيساوي 12 مول من الذرة. طيب n زائد 2n 3n، 3n زائد 2 بتساوي 12. طلعها بعكس الإشارة، 3n بتساوي 12 ناقص 2 بتساوي 10. يبقى ال n لوحدها تطلع كام؟ 10 على 3. طبعا ده كسر، هل ينفع يساوي 12 مول ذرة؟ غلط، هيطلع كسر. لازم ال n تكون عدد صحيح يا جماعة. تمام، يبقى إذا دي إيه؟ غلط تماما. طيب
آه ولو طبقت الفكرة دي هنا في جيم، شبه ما انا قلت لك CnH2n، ده كام مول ذرة؟ كانت 3 N صح؟ هو بيقول لي قد يحتوي على 9 مول، يعني أساوي ده بالرقم 9. طيب أقسمين على 3، أقسمين على 3، هيتبقى لي ال N بكام؟ ال N ب3. هل ينفع ال N تكون ب3؟ اه ينفع ال N تكون ب3. عايز يقولك هل ال N عدد صحيح ولا لأ. فدي غلط، ودي احنا قلنا غلط بالإضافة، دي احنا قلنا صح. بيقولي هنا في جال عدد ذرات الكربون في ايه؟ في الألكان بيساوي عدد ذرات الكربون في الألكين. أكيد يا جماعة غلط. ليه؟ أنا قلت لك كتوتال الألكان اللي عندي C7، الألكان اللي عندي هبتان. هل السبعة دي تنفع تتساوى تتجزأ بالتساوي؟ يعني هنا يبقى في 3.5، وهنا يكون في 3.5. أكيد طبعا غلط. تمام، مفيش كسر اصلا، هي لان ده بيكون عدد صحيح، فاذا دي غلط. اذا اجابه السؤال ده هتكون ايه؟ هتكون. طيب نيجي للسؤال الثامن. بيقولي في المخطط الذي امامكم مديني اللي هو CH3 و CH2 باي 3، تمام، و COONA. طيب تمام، ده على بعضه كم عدد ذرات كربون اللي أنا عندي دلوقتي؟ واحد، اتنين، وهي واحد زائد 3 من الكربون ده اللي هي مثيلين، زائد واحدة من الأصلية، يبقى أنا عندي 5 كربونات. دي طبعا بنتنوات الصوديوم. تمام، اللي هو ايه؟ اللي هو ملح صوديومي فيه 5 ذرات كربون. طيب انا لما اعمله تقطير جاف هيديني ايه؟ هيديني الكان ناقص كربونة. هيديني ايه؟ هيديني عندي حاجة اسمها البيوتان اللي هي 4 ذرات كربون. هيديني اللي هو الايه؟ هو بيقول لي هيطلع اكس وواي، بس بيقول لي اذا عرفت ان اكس مركب جرى عضوي، يبقى اذا اكس ده اللي هو هيديني ال Na2 CO3 اللي هو كربونات الصوديوم، عشان ده مركب غير عضوي. المركب العضوي هيكون واي. الواي ده بقى مركب غير عضوي؟ لا. حالته فيزيائية سائل؟ لا. حالته فيزيائية غاز؟ اه. الاكس ده بنتان؟ لا. تمام، اذا اجابة السؤال ده هتكون ايه؟ ب. بص بقى في السؤال التاسع. بيقول لي عدد مولات الهيدروجين اللازمة لتشبع 5 مول من ثنائي الفينايل. ثواني. ثنائي الفينايل عبارة عن، تعالى نرسمها كده، عبارة عن حلقة بنزين، تمام، متصلة بحلقة بنزين. ده جزيء ثنائي الفينايل. في كام رابطة ثنائية؟ في 6 روابط ثنائية. 6 باي. خد القاعدة دي. عدد المولات من الاتشات من الاتش 2 اللازمة للتشبع بتساوي عدد الروابط باي. أنا عندي 6 باي، يبقى أنا عايزة 6 مولات من الاتش 2. خلاص كده. طيب ماشي. هو بقى بيقول لي الجزيء الواحد في الثنائي الفينايل فيه 6 باي، تمام، فعشان كده عايز له كام؟ 6 مول من ال H2. هو بقى مش عايز كده في السؤال، هو عايز 5 مول من ثنائي الفينايل. يبقى بدل الواحد دي أشيلها وأحط كام؟ 5. بيدوني ايه؟ 5 مول من ثنائي الفينايل. عايزين كام مول؟ دي علامة استفهام يا جماعة. كام مول من ال H2؟ طيب انا اصلا عندي معلومة، احط دايما معلومتك اللي انا عندي ال6، تمام، من ال H2 كافيين جدا ان هما يشبعوا 1 مول من الجزيء. اعمل نقص 5 في 6 على 1. 5 في 6 بكام؟ 30. يبقى انا عندي عايزة 30 مول من ال H2 علشان يعملوا لي تشبع ل5 مول من ثنائي الفينول. يبقى انا عندي كام؟ 30 مول من الهيدروجين. طيب هو بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي 30 مول دول هيشبعوا كام مول من جزيء النفسلين؟ طيب انا عايزه معلومه النفسلين علشان ايه؟ اعمل مقص شبه التانية. معلومه النفسلين، خد المعلومه دي. النفسلين
هو بيكون حلقة، تمام، ملتصقة تماما بحلقة. هنا بص بص، هنا رابطة رابطة رابطة، هنا رابطة رابطة، أصبح كام عندي؟ رابطة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس روابط. أنا لسه قايلة لك خمس روابط باي، يبقى عايزين خمسة، خمسة من ال H2. يبقى الواحد جزيء من النفسلين عايز 5 مول من ال H2. دي معلومة، 1 مول من النفسلين عايز 5 مول من ال H2. طب أنا عندي 30 مول من ال H2، تمام. هيبقوا كام جزيء من النفسليين؟ دي علامة استفهام. أضرب نص، تبقى واحدة خمسة، اتنين خمسة، فيها كام؟ 6 مول من النفسلين. يبقى الإجابة هنا هتكون إيه؟ 6. الإجابة هنا هتكون ألف. تمام، وصلت الفكرة دي؟ طبعا لو ناقصكم حاجة، أي سؤال، أي سؤال في الكومنتات. سؤال 10 ده مهم جدا جدا جدا، يديك التسمية الغلط وانت ترسمها على ان هي غلطها، وبعد كده تقوم انت عادد من تاني علشان تطلع الاسم الصحيح. طب تعالى اول ما نشوف كده نرسم المركب ده هو. بيقولي اول حاجة بنزين اطول سلسلة عندي 5 كربونات، 1 2 3 4 5. طب ده ألكان ولا ألكين ولا ألقاين؟ شوف آخر حرفين إين، يبقى إيه؟ يبقى في رابطة ثنائية رقمها كام؟ 4 4. يبقى ما بين ال4 و5. قالك 3، يبقى ما بين ال3 وال4 وهكذا، فاهمين؟ فنعد 1 2 3 4، أهي 4 ما بين ال4 وال5. 2 إيثايل على الكربون رقم 2، أطلع CH2. أنا عايزاكم يا جماعة تعملوها كده، CH2 رابطة CH3، معلش محدش يكتبها لي كده عشان بتتلخبطوا. تمام، فهي ايه؟ CH2 CH3. ونكمل بقى الاتشات. هنا 1 2، يبقى ناقص لها 2 H. وهنا ايه؟ ماسكة ماسكة ماسكة. هنا طبعا CH3، وهنا ناقص لها H، وهنا CH2، وهنا هتكون CH. تمام. طيب نبدأ بقى احنا نرقم من تاني. أول حاجة يا جماعة إن الرابطة الثنائية ديت ليها أولوية في كل حاجة، تاخد أول الترتيب. بس قبل ما كده أمشي أطول سلسلة كربونية، دي من أول القواعد اللي لازم تحفظها في دماغك. أمشي إزاي؟ أهو من هنا 1 2 3 4 5 6. طب ليه ما امشيش مستقيم؟ امشي مستقيم 1 2 3 4 5. لا، أنا أختار ال6، يبقى أختار دي. ولازم تختار أطول سلسلة كربونية اللي فيها المجموعة الوظيفية اللي هي عندنا هتكون إيه؟ الرابطة الثنائية. طب نبتدي نرقم من مين؟ من الأولوية، من الرابطة الثنائية. 1 2 3 4 5 6. طيب ده كده مين؟ ده كده الهكسين. طيب الهكسين الرابطة الثنائية موجودة بين ال1 و2، يبقى رقمها 1 هكسين. طيب هل في أي تفرعات؟ في. فين؟ على الكربونة رقم 4 طالع منها مجموعة الميثايل، يبقى هي 4 ميثايل 1 هكسين. 4، لأ، 4، هي 4 ميثايل 1 هكسين. إذا إجابة السؤال ده هتكون ب. هوقف هنا لحد النهاردة، هنزل جزء تاني برضو. بس يا ريت تعملوا اشتراك في القناة، يا ريت تعملوا لايك، يا ريت تكتبولي في الكومنتات لو في أي حاجة عايزينها. أنا عارفة إن خلاص امتحان الكيمياء ناقصه ساعات يعني. بس يا ريت تشتركوا في القناة وتدعموني أكتر على الدفعات التانية. يا ريت تعملوا شير. وأكون دايما معاكم في أي وقت إن شاء الله.